فأنتم أهل الكلمة، تحية لكل أهلنا السودانيين، تحية لشهدائنا الأبرار، تحية للمرابطين من أبناء الشعب السوداني في كل موقع فيه حوجة لأن السودانيين يكونوا واقفين. تحية لكم أهل الصحافة، وأنتم تسطرون دوما الملاحم البطولية. ملحمة الكلمة كما تفضلتم لا تقل قوة عن ملحمة الذخيرة. أولا أنا سعيد بهذا اللقاء، وإن بعض الإخوة قالوا أنه تأخر، لكن أنا ما عندي شيء، قاعد لو دارين تاني نسمع الفورة مليون زي ما بقولوا، نسمع الناس كلهم نرد على أي تساؤل، وإذا حديثي ما غطى على نقاط مطلوب والناس يغطوها في النهاية برضو الناس ممكن يسيروها ونقدر نجاوب عليها. أنا طبعا النقاط اللي ذكرت في الحديث أنا سجلتها ودونتها، يمكن مع الاتحاد العام ومع الوزارة الناس يقدروا يضعوا لها بعض المعالجات وبعض الحلول. نحن عندنا حقائق معلومة، هذه الحرب كل السودانيين تضرروا منها، ومعظم أو غالبية أصابهم ضرر بليغ وضرر كبير جدا، وأنتم جزء من هؤلاء السودانيين. نحن نعلم تماما أن هذا الضرر أصاب الجميع، والجميع يحتاج إلى العون ويحتاج إلى المساعدة. صحيح في ناس الضرر درجاته متفاوتة، لكن السودانيين كلهم تضرروا من هذه الحرب. هذه الحرب فرضت على السودان، وما زالت الجهات التي فرضت هذه الحرب تسعى لأن تصل إلى مراميها. نحن نقول لهم هذا الأمر لن يتمكنوا من أن يصلوا إلى مراميهم إطلاقا. نحن مؤمنين تماما أن القوات المسلحة والشعب السوداني قادرين على بناء السودان، قادرين على المحافظة على وحدته، قادرين على دحر وكنس هؤلاء المتمردين ومن عاونهم كنس نهائي. نحن كلنا بنقول والله هذا الأمر ما فيه مساومة ولا فيه نقاش ولا فيه حوار، ما في أي زول سوداني بيقبل أنه تاني هذا المسمى بالدعم السريع أو الناس اللي ساعدوه يكون عنده وجود وسطنا هنا في السودان. نحن نقول الكلام ده وبنأكد عليه، لأنه ما أصاب السودانيين، ما أصاب من تمرد هذه الفئة يمكن يعجز، وأنتم أهل الكتاب وأهل القلم، يعجز أن يوصف. نحن كثير من الحروب نحن قاعد نقول الكلام ده، شفنا حروب في مناطق كثيرة، لكن حصل لأهلنا وحاصل عليهم الآن، والمعاناة اللي بيعانوها ما حصلت في كثير من دول السودان. ونحن كشعب بطبيعتنا عارفين نفسنا وعارفين أسلوب حياتنا، تضررنا كثيرا، ويمكن كثير من السودانيين الآن بيبيتوا الجو زي ما قالوا، ما لاقي، ما عندهم أي شيء، لكن متحملين وقاعدين ومنتظرين. نحن بنقول لهم هذا الصبر وهذا الانتظار حتما ستعقبوا أو سيعقبوا إشراق وسيعقبوا إصباح إن شاء الله. نحن أصلا هذه القضية معتبرينها قضية وطنية. الحرب دي إذا استمرت سنة سنتين، لو ما انتهى التمرد ده ما بناخد سلاحنا ولا بتقي في الحرب دي، ولو ما أذعنوا للحاجة اللي نحن دارينها ورجعوا السودانيين معززين مكرمين وعرفوا منه الأذاهم وكيف يشيلوا حقهم والله يعفو عنه، برضو الحرب دي ما بتقيف. نحن أي زول يجينا يتكلم معانا قاعد نقول له كده، بس انت جيب المتمرد ده خدته في الخرطوم دي. في زول بيقبلوا انت جيت بيتي شلت وكهنهبتني واغتصبت بنتي وشلت مالي حتى ما خلت لي حاجه، هل يعقل انه تيجي تقعد معاي تاني القاك واقف قدامي تاني؟ ما في زول بيقبل الكلام ده ولا في زول بيرضاه. عشان كده نحن خطنا واضح وماشي انه نحن لن نتعايش مع هؤلاء القوم مره ثانيه. هؤلاء المتمردين المرتزقه الغزاة اللي غزوا اهلنا وغزوا ديارنا وغزوا مناطقنا، ما عندنا معاهم كلام ولا عندنا معاهم تفاوض،
ولا عندنا معاهم، حتى ما بنسامحهم إطلاقا. نحن في أمور كثيرة الناس متابعينها في الفترة السابقة، يمكن الموضوع الأساسي فيها والمحوري هو مفاوضات اللي كانت في جنيف. هذه المفاوضات نحن رأينا فيها كان واضح من البداية أنه والله نحن الأمريكان قدموا دعوة، أنا قلت الكلام ده في أكثر من منبر، أنهم قدموا دعوة منقوصة. هذه الدعوة ما عرفناها مقدمينها لابنه ولا لأي جهة، وسألناهم أسئلة مشروعة حقنا إحنا كسودانيين. الدعوة دي مقدمينها لابنه، مقدمينها لأي جهة، والقصد منها شنو؟ إذا كانت هذه الموضوعات التي أثيرت والرعاة نفس الرعاة والمخرجات نفس المخرجات، القصد شنو من هذه الدعوة؟ القصد واضح من هذه الدعوة. نحن من أول يوم عرفنا أنه هذه الدعوة يراد بها تبييض أوجه جهات معينة، دول وهذه الميليشيا المعتدية. هذا المنبر، منبر جنيف، ما عنده مقاصد غير أنه الميليشيا المتمردة والدول اللي ترعاها والحلفاء يبيضوا وجههم ويعيدوهم تاني للمشهد. هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا. كل الميليشيا ورعاتها وداعميها لن تكن لهم أي مشاركة في مقبل السودان إلا يجوا صاغرين، يجوا مستسلمين، نفرض عليهم شروطنا نحن دارينها. لكن غير كده يجوا يقعدوا صنوان للشعب السوداني، يقعدوا قدامكم ونقعد نتكلم معاهم كلام مثل كلامنا ده، الكلام ده ما بيحصل، ولا يحلموا في أنهم يلقوه. نحن طبعا قدمت الدعوة واعترضنا على كثير من ما ورد في خطاب الدعوة، وردينا بخطاب رسمي للجهة اللي قدمت لنا الدعوة. في ملابسات برضو الناس عشان يلموا بها، نحن الخطاب جاء من وزير الخارجية الأمريكي، نحن خاطبنا وزير الخارجية الأمريكي ما رد لنا، رد لنا المبعوث ثاني، رجعناهم وقالوا نحن خاطبنا جهة ترد لنا الجهة دي. فهو اتصل، وزير الخارجية اتصل وقال انه الزول المبعوث ده بيمثله هو بيمثل كده. المهم على العموم مشينا في اخذ ورد، ووريناهم انه نحن والله جنيف دي من رافضين انه نمشي جنيف للاسباب الاتيه. اولا، لن نقبل بدولة الامارات تكون موجودة شاهد او حاضر او مراقب، ولن نقبل بتوسعة منبر جدة، ولن نقبل بأن تفتح موضوعات جديدة للحوار. نحن عندنا اتفاق إعلام مبادئ، نريد فقط تنفيذ هذا الاتفاق، وعندنا تصور لكيفية تنفيذه وسلمناه النسخ من هذا التصور. ده كل اللي نحن ردنا لهم. بعد دي فترة اقترحوا أنه يجي وفد حكومي في القاهرة. أوكي، نحن شكلنا وفد حكومي، هم بيقولوا لي يجي وفد من ساف من القوات المسلحة، ونحن معترضين على أنه يمشي وفد من القوات المسلحة، لأنه القوات المسلحة الاعتداء ما حصل على القوات المسلحة براها، ولا القوات المسلحة بتقاتل براها. كل الشعب السوداني الآن بيقاتل، عشان كده احنا قلنا الوفد يمشي بيمثل كل السودانيين، فيه الحكومة، فيه اتفاق سلام جوبا، فيه القوات المسلحة، فيه الأمن، فيه كل الناس اللي بيقاتلوا، إذا افترضنا أنه الحكومة بتمثل الشعب السوداني. فهم ما قبلوا هذا الوفد، مصرين على أنه يجي الوفد من القوات المسلحة. كلمة خرقوا البروتوكول وده كلها حجج ما عندها أي معنى. نحن فاهمين أنه والله هم دايرين يختزلوا المشكلة الحاصلة دي بين القوات المسلحة وميليشيا الدقلو هم، وهذا الأمر غير مقبول. هذه الحرب حرب موجهة لكل السودانيين، لأنه شفنا الوقائع على الأرض، الاعتداءات اللي قاعد تتم على القوات المسلحة، الاعتداءات بتتم على المواطنين. الآن كل الاعتداءات الحاصلة في قرى الجزيرة وفي قرى النيل الأبيض أو في دارفور، ما في قوات مسلحة، ولا في فيلول ولا في كيزان، ما في. كلهم ديل ما عارفين انه نحن بيتخيلوهم وين والناس بيتكلموا عنهم وين. نحن هذه الحرب ستستمر ما لم تتم الاستجابة لمطالبنا. مطالبنا واضحة، أنه نعود كما كنا يوم 11 مايو 2023. 11 مايو 2023 عندنا اتفاق ما فيه سنار ولا فيه مدني ولا فيه الجنينة ولا فيه كوستي، ما فيه المناطق دي كلها، ما فيه
فيه الخرطوم مناطق بتاع التجمع في 3 أو 4 مواقع الناس اتفقوا عليها. بعدها ننظر في كيفية التعامل مع هؤلاء المرتزقة والناس اللي اعتدوا على بلدنا وبيعتدوا على أهلنا. الرأي النهائي ذاته ما عندنا نحن جاونا ناس الإدارة أهلية، جونا أحزاب سياسية، قلنا لهم يا أخي كونوا لنا أجسام نشاورها، لأنه الحرب دي الرأي فيها المفروض يكون للشعب السوداني. نحن دايرين إذا نمشي السلام نشاوركم، إذا نمشي الحرب نشاوركم، أنتوا اللي بتدعمونا وأنتوا اللي بتجيبوا لنا المقاتلين وأنتوا اللي بتقاتلوا معانا. نحن برضو بنطالب أنه هذه الأجسام يجب أنها تكون حاضرة، لأنه ما عندنا برلمان، ما عندنا حتى المشورة الشعبية. نحن لنا أجسام تعيننا في أننا والله نحن نقاتل، نمشي نستسلم، نمشي نسلم. طبعا هم في ناس كثيرين مفاوضات دي هسه يدعوا لها دي نحن بنعتبرها مفاوضات للاستسلام وليس للسلام. ما نسمع الكلام ده. إذا كان بيسمعوا هم كلام المتمرد الخاين حميدتي البرد الثعلب يوما، ذكرنا القصة بتاعت الابتدائي زمان. بينصح في السودانيين وبينصح في الناس انه يجوا يستجيبوا للسلام. انا ما اعرف هم يعني شيء يحير فعلا. الناس استغربوا كيف انت قتلت الناس ونهبتهم وسرقتهم وعملت كل الموبقات في الشعب السوداني، تجي كيف تتكلم عن السلام وتتكلم عنك انت دار تصالحهم؟ ما في زول بيصالحك، ولا في زول بيميد يده لك، ولا في زول بيقعد معاك في حته واحده. مكانك واحد بس معروف، مع يا تمشي تخلي البلد دي او تيجي تستسلم. زمان اللي كانوا بيقولوا البرهان يجي يستسلم، ده احنا بنقول له البرهان ما بيستسلم، تستسلم انت. كلنا بعد في الايام الاولى من الحرب قال برهان ما عنده حاجه يجي يستسلم بس والله نقتله. انا بقول له انا بس انت تعال، انا ما دار اقتلك، تعال استسلم بس سلم رقبتك عشان السودانيين ديل بعدين تقدر تواجهون، وحقهم ده ما بروح، حق السودانيين ديل ما بروح منه ولا بروح من اي زول اعتدى عليهم، ولا حقهم ده نحن ما بنضيعه، نحن ما بنضيع حق السودانيين، وحنظل نقاتل 50-100 سنه لغايه ما نكمل كلنا. هذه الميليشيا ما لم تنتهي، ما لم نحرر كل شبر هم دنسوه، هذه الحرب ما بتنتهي. ما نسمع اي كلام ثاني ولا عندنا اي وجهه ثانيه ولا عندنا مفاوضه مع اي زول. واي زول بيجينا بنقول له والله الناس ديل بس حلنا واحد يطلعوا، الحل سهل. الزول بيدعوا للسلام وبيدعوا للحرب تقيف، طلع الناس ديل عشان الحرب تقيف، سوقوا خليهم يمشوا اي حته الناس يقبلوا، ما في زول بيقبلوا في اي حته. عشان كده نقاتلهم لغايه ما ينتهوا، نقاتلهم لغايه ما يتدمروا او يخطوا السلاح ده ويجوا يقعدوا، ما عندنا حاجه ثانيه اليوم. على العموم لسه المفاوضات او اللحاق بجنيف ما قنعوا منه الناس، وما زالوا يحاولوا وما زالوا متواصلين مع جهات كثيره، لكن نحن كلامنا اصلا لن نتراجع عنه ولا عندنا اي فرصه في انه نحن نفتح ندي فرصه انه الناس ديل يجوا راجعين ثاني. لغايه امبارح برضه في ناس بيسعوا انه الناس ترجع جنيف، وبرضه كلامنا واضح، عندنا رؤيه اي دول يجينا بنديه، هذه رؤيتنا اذا كان انت تريد السلام. وقلنا لهم الكلام ده بسيط وسهل، الناس دول يطلعوا وبيطلعوا من جهه واحده، الجهه اللي بتمولون وبتدعمون وبتجيب وراهم، لو قالت لهم نطلعوا بيطلعوا. وصفنا لهم كلهم الدرب وريناهم له انه والله في جهه واحده، انت قول لها قول للناس دول يطلعوا بيطلعوا. لكن الناس دايرين يفرضوا وجود لهذه الميليشيا، دايرين يفرضوا وجود للناس الداعمين. في جهات كثيره داعمه بكل اسف، سياسيين وصحفي، في كثير جهات داعمه لهؤلاء الناس، وجهات نحن بنقول سلبت وطنيتها، سلبت، تم شراء زممهم، خدعوا، منافقين، ما تقدر توصفهم بها توصفها. لكن انا استغرب في انه زول يدعم هؤلاء الناس بدعاوي انه والله الاخوان المسلمين، بدعاوي الفلول، بدعاوي دوله 56، كلها دعاوي مكذوبه ومفضوحه، السودانيين كلهم عارفينها، والسودانيين كلهم يعوا تماما انه انت لا بتحارب في فلول ولا بتحارب في كيزان ولا بتحارب في دوله 56، بتحارب من اجل مصلحه انت بتسعى لها، بتحارب من انك انت تريد ان تسيطر على هذه الدوله السودانيه. وطالما نحن قاعدين وانتوا قاعدين وناس محمد وناس ادم وناس ادروب موجودين، ما بيستولوا على السودان ده، والله ما يقدروا يشيلوا منه نمله، ما يقدروا يستولوا عليه. نحن بنحييكم تاني، بنقول لكم هذه هي الحقيقه وده طريقنا وده مسلكنا. الزول الداير السلام سلام طريقه ظاهر وما داير له كلام كثير. طلعوا الناس ديل من بيوت الناس، طلعوهم من المدن عشان الناس يرجعوا. نحن بنقول لهم انتوا تتكلموا عن الاغاثه، منو بيبنى على الاغاثه؟ منو هسه محاصر زمزم
منو اللي بيمنع قاطع الطريق لغرب كردفان؟ منو اللي قاطع الطريق لشمال كردفان؟ منو؟ جهة واحدة بتعمل العمل ده كله. لما يتكلموا معانا نحن الطرفين، ما الفاشر الطرفين، نحن جونا قلنا لنا الفاشر ما فيها طرفين، فيها طرف واحد معتدي، فيها طرف واحد قاطع الطريق. المناطق دي كلها فيها طرف واحد بس هو اللي بيعمل الأعمال دي، ورحبوا به الآن وبيشكروه بيشيدوا به بخطواته اللي بيعملها. الكلام ده بوريك أنه والله فعلا السودان يواجه مؤامرة فيها أطراف متعددة إقليمية ودولية، استعانت بمأجورين، استعانت بمرتزقة، استعانت بخونة، ناس خاينين بلدهم، ناس ما عندهم هم يصلوا للسلطة، وإن كان فضل واحد سوداني هم دارين يحكموا هذا السوداني ويحكموا هذا البلد لشيء يمكن هم قد يكونوا ما علمانين به، لكن احنا نقول هم عالمين وعارفين، لأنه معظمهم سياسيين خدموا في هذه البلد، والآن بكل أسف أصبحوا ينفذوا أجندة أو سايقينهم زي ما بيقولوا بالخلد. يعني نحن طبعا كلنا عالمين تماما أنه تنسيقية تقدم أو قحط دي أجسام بكل أسف أصبحت بوق لهذه الميليشيا، وأصبحت تتحدث باسم هذه الميليشيا المتمردة. نحن برضو بنقول لهم بنقول باب التوبة فاتح، ونحن أصلا كسودانيين معروفين بأننا والله بكرة كان جيت، لكن نحن الشيء اللي أصاب السودانيين الآن ما أظن بالساهل، ما أظن بالساهل يتناسوه، ما أظن بالساهل يغفروا للناس الأجرموا في حق هذا الشعب. نحن امبارح كم مرة نتكلموا مع ناس اللي بيجوا وسط هذيل، نحن نقول لهم والله يا أخي نحن دارين مع المفاوضات دي نعرف منو اللي بيقول للسودانيين ديل معلش أنا قتلتكم وأنا نهبتكم، منو اللي بيقول لهم والله أنا بعوضكم ما يكون بعوضكم الأنفس الضاعت البنات اللي اخطئوا، منو اللي بيقول لهم الكلام ده؟ ما لازم في جهة تتحمل المسألة دي، بيتحملها منو؟ اللي بيتحمل الأذى اللي حصل للناس ديل منو؟ قالوا ان احنا في الاعراف حقتنا القبليه دي كان في ناس دارين يصالحوا، كان في زول شال من زول حاجه برجع عليه. الناس اللي بيعرفوا السليب وبيعرفوا بيشيلوا حاجه كان دار صالحك برجع لك مالك، حياتك اللي شلتها، سيفك، بندقيتك، عربيتك. منو اللي بيرجع للسودانيين ديل بيدعوا للمصالحه؟ منو اللي بيرجع للناس ديل حقهم؟ منو اللي بيلتزم؟ امريكا بتلتزم؟ الامارات بتلتزم؟ الوسطى دي كلهم قلنا لهم الكلام ده، انت بتيجي توسط بتلتزم؟ الناس زي نحن ما عندنا اليوم، ما عندنا، انت بتلتزم ترجع لهم حقهم، بتلتزم ترفع الاذى والشيء الدخل في نفوسهم بتلتزم ترفعه. اي زول قاعد نوجه له الكلام ده، وانا متاكد زول بيعملوا ما في، ولا في زول هي يقول للناس والله معلش انا قتلتكم والله انا نهبتكم والله انا تسببت في انه بناتكم ويتهاجروا، وناس السودانيين الان حالتهم كلنا علم ما دارين نتكلم عنها، لكن شايفين حالتهم في الدول اللي نزحوا لها، شايفين حالتهم هنا في معسكرات النزوح، شايفين انهم في كل مكان اصابهم ضرر بليغ، حالتهم كلها يرسى لها. اذا كان انتم فئه قليله منهم هم غالبيتهم اسوء، في ناس اسوء من حاله لا يمكن ان الناس يتصوروها، لكن نحن عزانا واحد انه الناس اللي تسببوا في هذا الاسى وفي هذا الحزن يجب انه ينالوا عقابهم، ينالوا جزاهم. ما عندنا اليوم اي شيء، السودانيين دايرين يسامحوهم بعدين هم ويمشوا يقعدوا في حته ثانيه، يمشوا دوله ثانيه، يمشوا يقعدوا في معسكر، يجوا يسامحون السودانيين، نحن ما بنسامحهم ولا بنقول لهم والله عفى الله عما سلف، كلهم كلام ده نحن نقوله ونحن قدروا، نحن ما عندنا تراجع ولا عندنا تراخي. حرب صحيح طالت ما معروف تنتهي متين، لكن احنا ماشيين بخطوات فيها بشاير النصر، مش لكن احنا شايفين انه في النهايه نحن منتصرين، قريبا نحن منتصرين وشايفين النصر ده قدامنا، ما عندنا اي يعني ما عندنا غبش في عيوننا ولا عندنا كلام بنقطعه من راسنا، نحن شايفين نحن في النهايه حننتصر. نحن قوات مسلحه، لما نقول قوات مسلحه الناس بيقولوا ديل بيتكلموا زي قوات مسلحه وين؟ الجيش ده قاعد فيه رجال وفيه ناس ومدعوم بالشعب السوداني، عشان كده الجيش ده ما حينهزم، لانه هو مدعوم بالشعب السوداني، والان الشعب السوداني قاعد يقاتل معه. اذا الشعب السوداني انتهى ممكن الجيش السوداني ده ينتهى، لكن الشعب ده طالما موجود وفيه ناس الجيش ده ما بينتهي، وفي النهايه حينتصر. صحيح ما كلام حفر بالابره ولا كلام طول بال، لكن في النهايه نحن بنصل وبندمر الناس ديل وبننتهي منهم، وتعود الخرطوم وتعود مدني وتعود كل منطقه، تعود الجنينه، تعود نيالا، كل منطقه والناس ديل دنسوها ودخلوا فيها تعود ان شاء الله امنه مطمئنه ينعم اهلها بالسلام. صحيح الناس خسروا، الناس ضحوا، والناس صبروا، لكن هذه الحرب تحتاج إلى الصبر، حرب
صبر، اصلا الحرب دي صبر، معركه دي ذاتها صبر. اي زول صبره قليل، صبره نفد، ما بيقدر يتحمل الضغوط اللي بتحصل جراء الحرب. نحن عندنا مشاكل كثيره اقتصاديه، هذه الدوله محاصره. انا لما اقول محاصره اعني ذلك، هذه الدوله محاصره، هذه الدوله محاربه. الميليشيا المتمردة ما عندها قدرة أنها تحاصر الدولة ولا عندها قدرة أنها تحارب الدولة، لكن من يدعم الميليشيا ويرعاها هو الذي يفرض هذا الحصار. نحن كل دول الجوار تم استعداء، تم شحنها، تم مش شراء زمام قادتها. معظم دول الجوار أصبحت تعمل ضد السودان وأصبحت تتآمر على السودان. كثير من دول الإقليم أصبحت إما تتفرج أو إما تدعم الطرف الآخر. هذه أمور كلها يمكن ستطيل الحرب، لكن لن نستسلم. هم يظنوا أنه إذا خنقنا السودان، ضيقنا عليهم، وقفنا منهم السلاح، وقفنا منهم الموارد، حيستسلموا. نحن نقول لهم ما في استسلام، وده وهم في روسين. زي ما طلع المتمرد في أديس كان قاعد مع القحاطة، قال لهم بعد 4 شهور في البدروم كان يجي يسلم طوالي. أول حاجة نحن منو هو قاعد في البدروم؟ هو السعور كله قاعد في بدروم، هو الزول بنضم ده. نحن كنا متابعينه من بيت وجدي لبيت فلان لبيت علان، وما لاسي ما قدر يظهر انه يقعد له في حته. نحن لا عندنا بدروم ولا عندنا، كنا قاعدين وسط عساكرنا وديل الناس ديل ذاتهم، كلنا كنا قاعدين سوا، وجينا مرقنا سوا، مرقنا بسلاحنا، مرقنا بقوتنا، مرقنا بيدينا ديل رغما عن انفه. وحيظل هو طريد، حيظل طريد زي ما هو طريد في دارفور ولا في الخرطوم، والله يتلبد ويتدسى من الناس. إذا كان حي ولا غير، المهم هو طريد، هو طريد وحيظل طريد، وما حنخليه، حيظل طريد. هو ومن عاونه كلهم حيظلوا طرداء يتخبوا من وادي لوادي، من بدروم لبدروم. نحن متابعينه جيدا، هو قاعد ببيوت الناس، كان بيت ماله حقه. أنا كنت قاعد في القيادة وسط عساكري، هو قاعد في بيوت الناس من بيت لبيت، وليلة الناس هم قاعدين في بيوت الناس، وهو امبارح بيتحدث عن السلام ويتحدث عن الحكومة. قال الجيش ما اتخذ موقف وفي الأرض يحاسب. يحاسب منه؟ انت ناسي المجزرة اللي حصلت، المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي اللي حصل في الجنينة؟ ناسي ما حصل في الخرطوم؟ ناسي ما حصل في قرى الجزيرة؟ ناسي ما بيحصل الآن في الفاشر؟ كيف تتحدث عن السلام؟ كيف ذاته يستقبلوك تستقبلك الأمم المتحدة، كيف يستقبلوك في دولة بتفتكرك انت جزء من المنظومة الإرهابية العالمية، وفيها جزء ثاني يستقبلك؟ هذه مفارقات. نحن في حديث ما دارين نخوض عنه، لكن هذه المجموعة التي تجتمع في جنيف الآن طلعت بيان، أنا ألقمتهم حجر قبل ما يطلعوا البيان. قلت لهم هذا البيان ده نحن نعتبره مهزلة. إذا أنتم تشيدوا بدور الدعم السريع، والله بتتكلموا أنه الدعم السريع بادر. نحن لن نقبل أنه مكان يشيد ناس يشيدوا فيه بالدعم السريع نمشي نقعد فيه تاني، ولا نجتمع فيه، ولا نقابل الزول ذاته قاعد فيه. ما في إهانة للسودانيين أكثر من الحاصلة عليه الآن. الآن الشعب السوداني في دول بتهينه، في منظمات بتهينه، في ناس كثيرين بيهينوه. نحن ما بنقبل الكلام ده، ودماءنا ودماء السودانيين كلها دون ذلك. على العموم نحن هذا الجنيف دي ما عندنا زول بيمشي جنيف ولا بنمشي جنيف ولا عندنا علاقة بجنيف أصلا، ولا في زول ما بيحصل، ما بيحصل، ما بنمشي. يسمعوا ما يسمعوا، يقولوا ما يقولوا. الناس يتكلموا عن الإغاثة. أول حاجة نحن ملتزمين، وديل أهلنا السودانيين في كل مكان. أي زول داري يوصل لهم إغاثة، داري يوصل لهم أكل، في راسنا داري نشيله وندي لهم. ما بنمنع ولا بنقيف ولا إطلاقا، ما عندنا أي تردد في أنه نفتح أي منفذ بيوصل لأهلنا ديل المساعدة. نحن عارفين أنهم هم محتاجين للمساعدة، عشان كده لما يقولوا إحنا بنعيق ده كله كلام كذب وكلام غير صحيح. نحن بنساعد ونذلل كل الصعاب. نحن صحيح مع عبر أدري نحن قلنا الناس ممكن يمشوا به ويقدموا به إغاثة، لكن عندنا محاذير. أول حاجة الجنينة كل الناس اللي فيها مشوا قاعدين في غادي في تشات، أنت دار تجيب الإغاثة لمنو؟ ودي لهم الإغاثة هناك، قلنا لهم أنتم ما في شيء. الناس ديل طردوهم، إلا تطلعوا الناس زي الغزاة المستعمرين الجداد ديل ولا المستوطنين الجدد ديل، طلعوهم من الجنينة حتى يجوا الناس البلد، أهل البلد، بعدين تجيب لهم الإغاثة. بعد ده وافقنا انه والله قلنا يمكن من قدام تمشي مورني، تمشي هابيله، تمشي فوربرانة، تطلع قدام، ما عندنا مانع تجي خاشه، لكن طلبنا منهم انه والله اذا نعرف انها وصلت للناس ديل.
وامبارح قالوا نحن قلنا دايرين مونيتور، ما نحن دايرين بس نتاكد انه الحكايه دي وصلت للمستحقين. بس اليات الامم المتحده تورينا انه والله احنا وصلناها للناس اللي بيستحقوها، ما جو ناس نهبوها في النص، ما سرقت، ما عبس بها، ما توجر. نحن شايفين برضو كلام الناس بيقول الله التجاره والناس بيبيعوا لغاز. نحن طبعا الصحافه واحده من العيون حقت الدوله، انا بعدين حيتكلم عن الصحافه، لكن انا بعد اغطي الامور العامه نجي نشوف نحن المطلوب منكم شنو انتم والدارين منكم شنو نحن كدوله كمؤسسات القوات المسلحه. على العموم الان الموقف الناس اللي بيتكلموا عنه السلام والحرب والشان الانساني، دي الاثنين موقفنا فيهم واضح، ما عندنا فيهم لبس. نحن ملتزمين 100% بانه اذا طبق اعلان جده الحرب حتقيف. اعلان جده فيه الناس اللي يطلعوا، فيه الناس يفتحوا الطرق، اذا طبق اعلان جده الاغاثه حتمشي. يعني الاثنين ديل مربوطات بانه الناس ينفذوا الشيء اللي اتفقنا عليه في جده. لن نسمح بانه هذه الميليشيا تعود ثاني وتيجي تقعد وتتفاوض، ما في كلام زي ده. على العموم احنا ديل الشأنين الاساسيين اللي شاغلين الناس في هذه الفتره. الحرب نحن بكل يمكن امانه استطعنا انه نعيد وننشئ وحداتنا العسكريه بصوره افضل. نحن الان موقفنا افضل من الوقت اللي بدات فيه الحرب. نحن الان استطعنا انه نعيد قوات، ننشئ وحدات جديده، نستعد للمرحله المقبله استعداد حقيقي، استعداد صحيح. عشان كده ما عندنا اي تخوف من انه ما ننتهي من هذا التمرد او ما نهزم هذا التمرد. فقط نحن برضو سودانيين صبروا تحملوا، نحن برضو نقول لهم برضو قليل من الصبر قليل من التحمل، ان شاء الله المساله تزول منكم نهائيا. ما دارين نعمل لنا ثغره او ندي فرصه للناس زي اللي يكونوا تاني موجودين وسطكم يستعمروكم. نحن عارفين انه اي حته هم قاعدين فيها بيستعمروا الناس، بيستعمروهم عديل استعمار، لانه لو خلوا لك عربيه، لا بخلوا لك لا مؤاخذه كارو، لا بخلوا لك كله بيشيلوا منك. فمعناها ده استعمار واستعباد. ونحن عندنا نماذج، اذا كان في ناس في وسط دارفور في وادي صالح بيشغلوا ناس سخره، ناس بيشغلون سخره، اخر اليوم تجي بيدوك صوتين ويقول لك امشي ما عندك حاجه. فدي نماذج هسه نحن دايرين نفترض انه كلنا نعمل عشان نزيلها من السودانيين ومن صدورهم. عشان كده الحرب دي ما بتنتهي ما بتنتهي في جبل مويه ولا بتنتهي في الأمبدة، تنتهي في الجنينه هناك وتنتهي في تخوم الفاشل. ده عهدنا مع السودانيين وعهدنا لهم، يجب ان نخلصهم نهائيا، لانه لو خلصنا ناسنا الخرطوم هنا، البلد هناك برضه جزء من السودان وناس تضرروا اكثر وعانوا اكثر من باقي الناس الثانيين. يشيل القوات المسلحه والمناطق الثانيه يشيلوها المتمردين. ده طبعا كلام احلام، وقد تكون في ناس قد يكون في ناس بيخططوا لهذا الامر، لكن برضه نحن بنقول هذا الامر اصلا ما طرح، ولن نسمح لاحد بانه يطرح مثل هذا الطرح. هذا طرح يمكن السودانيين ما في زول بيقبل الكلام ده. نحن السودان شرقا، نحن ما عندنا اي قيود ولا عندنا اي موانع بتمنع انه علاقتنا مع روسيا مع اي دوله في العالم تتطور. نحن اصلا ما ترددنا ولا تاخرنا. هذه امور قد تاخذ زمن، قد تاخذ بعض الاشكال التراتبيه، لكن نحن اصلا منفتحين على كل من يقف معنا ويساعدنا. روسيا من الدول اللي موقفها ثابت تجاه السودان اصلا ما تغير، عشان كده اي تقدم منهم خطوه نحن بنتقدم 10 خطوات لقدام. والشعب السوداني ده ما مستعد يفوتكم اللي بعد زي ما بقول له لسه التاريخ بهذه الكيفيه ان الحرب ما بتسلخ وصورة الجبل بصقع ما بتتفتح، وكان لنا في الموضوع ده تتمنى السنه ينتهي جدا من السنه.